ما ترميش حاجه في مطبخك. كل حاجه ليها استعمال. البطاطس لما نقشرها ننشف القشر ده ونطحنه، وهيطلع لنا الباودر ده، هيبقى مناسب ومغذي جدا للنبات لانه مليان بالبوتاسيوم، بيساعد على التزهير. وقشر الخيار برضه حطيه في برطمان ونقعيه في المطبخ لمدة أسبوع. المية بتاعته استعمليها في بخاخة، رش بيها الزرع، برضه مغذي حلو جدا للنباتات المنزلية. الرمان فصصنا الرمان وأكلنا الفصوص الحلوة بتاعته. القشرة حطيها في صينية، نشفيها على درجة حرارة واطية في الفرن، اطحنيها. الباودر ده له استخدامين: معلقة من الباودر نحط عليها معلقة من اللبن، واعملي بيه أحلى ماسك لوشك. يا سلام على النعومة والحلاوة، يهبل يجنن في منتهى الجمال. كمان ممكن ناخد معلقه منه ونحط عليها معلقه كركم ومعلقه من زيت زيتون حلو، وندهن بيه الركب والمفاصل علشان الام الركب ويقلل الالتهابات. البروكلي خدنا الزهرات عملنا بيها شوربه، تعالي بقى خدي العود بتاع الساق بتاعه البروكلي، قشريه وبعدين اعملي له خلطه حلوه من مع كوبايه دقيق وبيضه وبيكنج باودر ورشه ملح ولبن، دوبي شويه شويه لحد لما تطلع عجينه حلوه زي البانكيك. نزلي فيها السيقان البروكلي واقليها كده اهو، تطلع احلى من الشيبسي بكتير، حاجه كده بتقرمش. ايوه، في منتهى الجمال بصحيح. نايس.